فأنا لما سألت واحد من اللي جاوبني قال لي إنه إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب. قلت الموضوع كبير جدا. السفير قال لي إحنا أعطيناك الفيزا وثقنا فيك، أنت ليش عملت هيك؟ قلت أنا إيش عملت؟ طيب أنت قولوا لي إيش عملت. قال لا، هذا الفيديو موجه كأنه سياسي رايح، لدرجة إنه عملنا بان للجزائر. الجزائريين ما بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، ما يقدروا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك كاملة عنه، متكاملة بطريقتنا يعني. فهي من هون اجت القصة. يعني في قصص كثير على فكرة من تقارير تلفزيون باخذها، بتكون مملة تقارير تلفزيون، صح. زي مثلا خان بابا باكستان، هذا أقوى رجل في العالم وبيحكي عن حاله هيك يعني. هذا كان قناة العربية عاملة عنه تقرير، وكان الفيديو عليه 15 مليون. بس إيش التقرير؟ محادثة بس، يعني بيحكوا مع بعض. كم بتاكل وجبة في اليوم؟ يعني بقول لك أنا باكل 4 دجاجات على الغداء و200 بيضة وهيك يعني. بذكر قلت هذا عجيب يا أخي، غريب. دور ما في ولا فيديو عنه، فيديو حقيقي يعني إنه يطلع معاه يقضي يوم. فقلت أنا ممكن أقضي يوم معه كامل. يعني أحيانا تقارير التلفزيون بتساعدني، بالذات لما تكون مملة يعني. عجيب. ممكن تعملها بستايلك حلو. عجيب. احنا نشوف بعض المرات مقابلات تلفزيونية بعد. مم. شو مقابلات تلفزيونية شخصية حلوة، بس لأن البيئة العامة، الجو العام التلفزيوني سكريبت وطاقم كبير وما بطلع القصة ايه قوية. تحس انه لما تحطه في بيئة معينة يطلع معك حكي معين ونتيجة معينة. صح. احنا نغير البيئة. قول. لما بقول لك في سلسلة هي عندي اسمها سلسلة قصص الناس، هي عملتها ب 2020 بدأت عندي. اوكي. يعني صارت أعمل قصص ناس، لأنه بحب أنوع في المحتوى أكثر. مش بس قصص دول، هسه صار عندي قصص دول، قصص ناس، قصص حدود حول العالم. عندي سلسلة هاي يعني من كل مكان بالعالم، يعني زي حدود الجزائر والمغرب. ايه هذه هم. ايش صار؟ شنو صار؟ انا واحنا نبحث في الحلقة كان نشوف انه والله في سالفة في فيديو انت نزلته بعدين حذفته. هو انحذف صح؟ مش انا حذفته. انت حذفته يعني؟ انا نزلته 3 ساعات وحذفته على طول. ايه. وبعدين نزلت بيان. ابيك تاخذني القصة من بدايتها لين نهايتها، ابي افهمها منك انت صراحة. هو احنا لفينا الجزائر، صورنا تقريبا 10 ايام، صورنا اكثر من حلقة، العاصمة وقسنطينة ووهران. ضل اخر حلقة. انا عارف انه المغرب والجزائر يعني متقاربين كثير بالثقافة صح. متشابهين، بس بتفرقهم هاي الحدود. والغريب أكثر إنه أنت بالمغرب بدك تسافر للجزائر، إنه عندك عوائل وهيك، عندك عائلة، أو العكس لازم تمر بدولة ثالثة، ما في مباشر. يعني مثلا بدك تروح على كازابلانكا من العاصمة الجزائر، لازم تروح على إسبانيا بعدين تروح، أو تروح على تونس. تخيل تونس ترجع لورا بعدين تلف. فشو السبب؟ مع إنه هاي الحدود اللي سمعت إنه العائلات يعني كانوا يزوروا بعض، بعدين تسكرت الحدود وبطلوا يقدروا يزوروا بعض. الفيديو عفوي، قلت خلينا نزور الحدود. حكيت مع الجماعة اللي معي، قالوا يلا. قالوا شو؟ قلت شو ممكن تتوقع نشوف هناك؟ قالوا راح تشوف المغاربة على الجهة الثانية يلوحوا. قلت هاي حلوة، لقطة حلوة يعني للفيديو، إنه كيف الناس بتلوح لبعض، نفسهم يشوفوا بعض يعني متقاربين لبعض، بس تفصلهم الحدود. يعني أنا ما بدي أدخل موضوع سياسي، ولا حدا مثلا زي ما بيقولوا إنه حدا دفع لي إنه أعمل هذا الفيديو. أنا بالجزائر وحاب أصور هذا الفيديو، قريب كثير لأنه وهران قريب كثير من الحدود. فانطلقنا إلى الحدود بسم الله. أول ما وصلنا هناك لقينا طبعا على الجانب الآخر المغاربة صاروا يلوحوا، واللي معي صاروا يلوحوا، فصرت أصور أنا. فواحد من المغرب كأنه حكى تعيش الجزائر، تحيا الجزائر. بعدين الجزائر رد عليه قال له تحيا المغرب. هاي كانت كمان واحدة من الأشياء اللي خلتني أحذف الفيديو، يعني لأنه كمان صار موضوع سياسي. الفيديو صار سياسي أكثر منه. أنا رحت على السوق وسألت الناس، يعني
بالنهاية أنا لما أروح على أي مكان في العالم بدي أحكي مع السكان المحليين. شو رأيكم بالحدود؟ شو رأيكم هاي الأكلات من وين؟ أنا هيك بسأل عادي. فأنا لما سألت واحد من اللي جاوبني قال لي إنه إحنا بنجيب البهارات هاي أو بنجيب هاي من المغرب. فهون كمان هاي نقطة ثانية كان زعلتهم، إنه إحنا ما بنجيب أشياء من المغرب، هاي مش من المغرب، لا من الجزائر. ففي كمان قتال طلع بينهم على ثقافة. أنت ما كنت تدري؟ أنا ما كنت أدري، أو كان عندي فكرة إنه أوكي هم السبب الخلافات هاي خارجية يعني. بس أنا ما كنت أعرف إنه الموضوع معقد لهالدرجة يعني. أنا لما عملت الفيديو صورته وعدلته بعته للجزائريين وبعته للمغاربة. الشباب اللي كانوا معي كلهم بعت لهم الفيديو اللي حولك. نعم. وفي واحد صانع محتوى مشهور جدا يعني بالجزائر يعني شاف الفيديو وأعطاني الموافقة عليه. الفيديو ما عليه ولا شيء يعني، فيديو حبي هيك، واحد جاي من برا يفرج الثقافة. بس هذا الفيديو أول ما نزل خلال 3 ساعات، مع أنه أجى عليه دعم كثير، وصل بجوز 700,000، وصل 70,000 لايك ب7 ساعات. 3 ساعات عفوا. وعلى طول الفيديو راح على تويتر، صار على تويتر إنه سياسي، وصاروا اللي معي بالفيديو انضروا. أنا ليش حذفته لأنه اللي معي بالفيديو انضروا، صاروا يحكوا معي يعني. إحنا طلعنا بالفيديو والضيوف اللي كانوا معي بالفيديو صاروا ينضروا، أجتهم أذية. فما كانوا متحملين العنف اللي صاير على التويتر بالذات. اضطريت أحذفه عشان الناس اللي معي يعني ما ينأذوا يعني. بس وصل BBC أنا قاعد أشوف سرجت أنا ولا موجود على أنت أول مرة تمر في موقف نفس هذا يعني. دائما تسوي فيديوهات تنتشر في اليوتيوب، وثائقيات، الناس كلها تتابعك، اللي بينتقدك بي حق موضوع الانتقادات ينتقد في حدود معينة. الحين صار الموضوع دول وثقافة وسياسي، وأنت أتوقع أول مرة تنحط في هذا الموقف صح؟ يعني تقريبا بهالمستوى هذا أول مرة. مش عارف كيف أتصرف معاه. إيش صار باليوم هذا نفسه أنت؟ لما نزلت الفيديو قعدت أشوف شو قاعد بصير. الكل بيحكي معي من الجزائر، الكل بيحكي معي، كل اللي كانوا معي. واحد بيقول لي احذف كل المحادثة بيني وبينك. قلت الموضوع كبير جدا. السفير في الإمارات كمان حكى معي، قال لي احنا اعطيناك الفيزا وثقنا فيك، انت ليش عملت هيك؟ قلت انا ايش عملت؟ طيب انت قولوا لي ايش عملت. قال لا هذا الفيديو موجه كأنه سياسي رايح. فحذفته يعني على طول، عملته برايفت طبيعي عشان ما يطلع كذا. ممكن ارجعه. ممكن ارجعه واحذف يعني اللقطات اللي فيه الحساسة. بس يعني بالنهاية انا شفت انه الجمهور حبوا الفيديو، ولكن بتعرف في فئة سياسية بكل دولة هي اللي هاجمت الفيديو يعني. بس الشعب الجزائري كثير حبوا الفيديو، الشعب المغربي كثير حب الفيديو، دعموني كثير على الفيديو. هو عادي شخص واحد هو اللي سوى الشرارة هذه؟ عادي إن شخص واحد كتب على تويتر شغله يعني. هو سياسي كثير بكتب على تويتر وصار يهاجمني لدرجة إنه إحنا على الفيسبوك عملنا بان للجزائر إن تحضر فيديوهاتنا من أول ساعتين، لأنه كلهم راحوا على الفيسبوك. هو صار ينزل منشورات على الفيسبوك وعلى تويتر. فالفيسبوك عندي صار كله مسبات بطريقة عمري ما شفتها في حياتي يعني، قديش لي مسيرتي يعني. هذا وجه الناس كلهم علي لدرجة إنه عملنا بان للجزائر. الجزائريين ما بيقدروا يحضروا فيديوهاتنا، ما يقدروا يدخلوا على صفحتنا على الفيسبوك. راح هو كتب لهم بتويتر قال لهم افتحوا نورد VPN، افتحوا VPN وادخلوا على الفيسبوك وسبوا. يعني تخيل لوين وصلت الموضوع يعني. نذالي يعني انك تحكي لناس يفتحوا VPN وتعطيهم طريقة كيف يغلطوا علي. فهمت كيف؟ فأنا والله حذفته. بس أنا عملت كمان فيديوهات كثيرة حلوة عن الجزائر. لا أكيد شفتهم يعني حلوين. الفيديو الأول العاصمة، بعدين قسنطينة، بعدين وهران. فما أعتقد الجزائريين كلهم زعلوا يعني. لا إن شاء الله ما تبر. وإذا أنت يعني ما سويت أشياء وخلينا نقول وصارت نتائج أنت ما ودك تصير، أنت ما قاعد تسوي شيء يعني. طبيعي هذا يعني خلينا نقول أنت تعرف هالشيء حتى. صح. لما تشتغل تسوي أشياء ممكن نتائجها ما تعجبك يعني، وتكون نيتك أنت صافية بس النتيجة ما تكون معاك يعني. لازم أبحث أكثر يمكن
بس هسه حسيت انه يعني فيديوهاتي قبل ما انشرها ببعتها لثلاث اربع اشخاص يشوفونها، يشوفوا اذا مثلا ممكن زعلت حدا او جرحت مشاعر حدا. صحيح انك ما بتقدر ترضي الكل، بس يعني لما تيجي على دول بالذات دول عربية زي اليمن مثلا، بعثته لليمنيين وبعثته لأبوي، بعثته لأكثر من شخص عندي بستشيره دايما، قالوا لي الفيديو حلو. أنا قلت يمكن أنا حكيت إشي بالغلط عن اليمن يزعل أهل اليمن، فلازم تراجع الفيديو ثلاث أربع مرات. كمان الناس اللي حواليك تراجع الفيديو. اكتشفت إنه الفيديو ممكن يعمل تأثير يعني كبير. يعني أول ما كنت عارف إنه أوكي مثلا صورت الحدود، أوكي شو يعني بده يصير، يعني واحد زعل اثنين زعلوا، بس لا هي صارت موضوع كبير جدا، يعني توصل لسفراء وبتوصل لدول يعني كبيرة انها تتدخل. زعلك الموضوع؟ لا بالعكس، يعني بينك وبين نفسك انا زعلت انه يعني كبر اني زعلت الجزائريين يعني في فئة بسيطة، يعني لان انا كنت عامل فيديوهات حلوة عن الجزائر صراحة، بس كأنه هذا اجى خرب شوي يعني. وين انا يعني كنت بدي اطلع بصورة حلوة كثير، يعني لسه كنت ناوي ازور الصحراء، صحراء الجزائر، وانزل تحت، بس ما بعرف اذا يعطوني الفيزا. بدنا نشوف، بدنا نقدم، بس وعدتهم انا يوم من الايام ان شاء الله ارجع. ان شاء الله.